امرأة جزائرية كلمت شيخ في التليفون في إحدى القنوات، بتقول له: يا شيخ أنا زوجي بيشرب الخمر وبيجي آخر الليل وأنا امرأة مطيعة لله. مرة جه لقاني بقرأ القرآن أخده مني قطعه ورماه في الحمام، ينفع أعيش معاه ولا أطلب الطلاق؟ رد الشيخ كان غريب جدا والنتيجة كانت أغرب. قال لها: عندك منه أولاد؟ قالت له: عندي 5 أطفال. قال لها: في مكان تروحيه أو حد يصرف على الولاد؟ قالت له: لأ. قال لها: يبقى خليكي وما تسيبيش ولادك واوعي تتخانقي معاه. قالت له: ازاي يا شيخ بعد كل اللي عمله بتقول كده؟ قال لها: دلوقتي هو بس اللي بيسكر وبيقطع القرآن، انما لو سبتيهم ومشيتي هياخد ولاده وهيتربوا على طباعه وهيبقوا 6 بيسكروا، وعاوزك تقيمي الليل وتدعي له. بعد سنة كانوا مستضيفين الشيخ في قناة فضائية، اتصلت نفس المرأة الجزائرية وفكرته بنفسها. قال لها: ايوه يا بنتي طمنيني. قالت له: يا شيخ والله زوجي هو اللي بيفتح المسجد دلوقتي في صلاة الفجر، بيأذن بالناس وبيقرأ القرآن وبيقيم الليل، ربنا هداه يا شيخ. وهي بتبكي من الفرحة. هي دي النتيجة لما نسأل أهل الفتوى الربانيين فيفتونا